نعم. الأصل الخامس. الأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في المائدة وهي قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في سورة يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. الأصل السادس رد السنة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة، واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أي السنة التي وضعها الشيطان، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبتهما، سبحان الله وبحمده. والأمر يرد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى أمر الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. والعجب كل العجب كونه يلتبس على كثير من الناس أمر الأولياء أولياء الرحمن. لم يترك الرب سبحانه وتعالى بيان الأولياء بالأنبياء والصالحين والعلماء، تولى الله بيان الأولياء بنفسه. ومع ذلك أكثر الخبط والخلط عند جمهور المنتسبين إلى الإسلام الذين تربوا في أحضان المتصوفة، الذين تمكنوا من المسلمين بعد انقراض القرون المفضلة، فصار المسلمون لا يعرفون العالم التقي إلا إذا كان صوفيا. بسبب هؤلاء التبس الأمر على الناس ككثير من الناس في أمر الأولياء. العدو الإنسان بالنسبة لله تعالى إما ولي أو عدو. ولي من الولاية وهي المحبة، عبد يحب الله ويحب دينه ويعظم الله ويعظم أمره ويخضع له ويخضع لشرعه ويتذلل له، هذا هو الولي. بصرف النظر من أي بيت هو، لا توجد في الإسلام بيوت يتوارثون منها الولاية. بيت ابن علوان بيت الولاية، بيت غضنفر بيت الولاية، بيت الليث والأسد بيت الولاية. هذا غير موجود في الإسلام.
يولد الإنسان من أبوين كافرين فيصبح وليا لله، لأن الولاية أمر مكتسب، والنبوة بالاصطفاء. النبي الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي من شاء من عباده، يصطفيهم اصطفاء ويختارهم اختيارا ويربيهم تربية خاصة فيوحي إليه. النبوة بالاصطفاء، لكن الولاية بالاكتساب، تكتسب أنت الولاية بصرف النظر عن أبويك وعن أصلك وفرعك. قد يعيش الإنسان في أول حياته عدوا لله فيتحول إلى ولي لله تعالى بالاكتساب، يكتسب. بما تكتسب الولاية؟ بالإيمان الصادق الصحيح وبالعمل الصالح. قد يعيش الإنسان في أول حياته عدوا لله ويتحول إلى ولي لله تعالى بالاكتساب، يكتسب. بما تكتسب الولاية؟ بالإيمان الصادق الصحيح وبالعمل الصالح. بين الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كيف نكتسب الولاية. انتبهوا، إذا بدأت تكتسب الولاية ابدأ بأداء الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. أد الفرائض. ليست الفرائض الصلوات الخمس فقط، الفرائض فرائض عملية وفرائض تركية، بمعنى كلما أوجب الله تفعل وكلما حرم الله تبتعد عنه. هذا معنى أداء الفرائض، أن تعمل بجميع الواجبات وتبتعد عن جميع المحرمات. هذه الخطوة الأولى لتكتسب الولاية. بعد هذا اكثر من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الإنفاق، نوافل الحج، من جميع النوافل، أي التطوع، الشيء الذي هو ليس بواجب، من جميع العبادة أكثر. فإذا أكثرت من هذه النوافل أحبك الله فصرت وليا لله. من هنا يوفقك فيكون بصرك الذي تبصر به، وسمعك الذي تسمع به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك الذي تمشي بها. إن سألت أعطاك، وإن استعذت أعادك. وصلت إلى درجة المقربين. أمر ميسور جدا على من يسره الله عليه، لكن ما أصعبه بعدم التوفيق. العبد يعيش بين هدايتين: الهداية العامة هداية إرشاد وبيان، هذه الهداية عامة، الله هدى الناس بهذه الهداية العامة، والرسول هدى الناس، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية إرشاد وبيان وتعليم وإيضاح. والقرآن يهدي للتي هي أقوم. هناك هداية أخرى بها يسير العبد وليا لله، يطلب هذه الهداية من الله، هداية التوفيق، وهي المنفية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت. هداية القلب والتوفيق يد الله وحده. كيف تصل إليه؟ الله مع المنكسرة قلوبهم الذين لا يترفعون ويذكرون ذنوبهم ويبكون ويقومون في الليل ويتضرعون إلى الله فيطلبون من الله أن يهدي قلوبهم. من هنا ومن هذا الباب
تصل إلى درجة الولاية. ليس الولاية بفتح الواو، الولاية الإمارة، نحن الآن نتحدث في الولاية. إذن الولاية أمر مكتسب. ما صفة الأولياء؟ اسمع لرب العالمين، يقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من آمن الإيمان الصحيح الصادق، إيمان القلب، إيمان اللسان، إيمان الجوارح، قلب خاشع خاضع متذلل لله، يبعث على العمل والخشوع وحضور القلب. هؤلاء هم الأولياء. العبد الولي العبد الصالح التقي. التقوى ها هنا، لكن التقوى التي ها هنا ما علامتها وما دليلها؟ فإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. إذا رأيت من نفسك النشاط والاندفاع إلى العبادة والرغبة فيما عند الله وعدم الكسل وعدم الركون إلى الراحة والطمع فيما عند الله، رأيت من نفسك الحرص على هذا المعنى، هذا معنى هداية القلب. هداية القلب تبعث على عمل الجوارح. وأما قول العوام وأشباه العوام، إذا أمرت ونهيت يقول لا دعنا، الإيمان ها هنا، إيمان هنا. يا أخي صل، يا أخي احرص على صلاة الجماعة، يا أخي اترك كذا، لا دعنا، الإيمان ها هنا، الإيمان في القلب. هذا إرجاء للأسف الشديد، إرجاء يقع فيه العوام ولا أدري متى درسوا الإرجاء. هذه عقيدة المرجئة الذين يرون أن الإيمان مجرد التصديق. لا، خطأ. لو صح إيمانك الذي هنا الذي تشير إليه لأنتج. ما نتيجة هذا الإيمان؟ لذلك عطف الله العمل الصالح على الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن العمل الصالح دليل على صحة إيمان القلب. إيمان القلب عمل قلبي لا يعرف. بما نعرف إنه مصدق تصديقا صادقا وخاشع وخائف من الله ومعظم، نعرف بهذه الأعمال الظاهرة. هؤلاء هم الأولياء. الأولياء يعرفون بمحبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة واضحة من صفات الأولياء اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهل اتباع الرسول يتم بلا علم؟ لا، العلم قبل القول والعمل. تعلم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام واعمل بهديه، ذلك دليل على أنك تحب الله، لأنك ما تعلمت هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأحببت رسول الله عليه الصلاة والسلام واتبعت هديه، لأنك آمنت بالله وعظمت الله وحبيت الله. أمران لا يفترقان أبدا: الإيمان بالله والإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام أمران متلازمان، كما أن الشهادتين متلازمتين. هل لو شهد الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وتكفي تكفي؟ لا تقبل ولا قيمة لها. ورفعنا لك ذكرك. الله رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. شهادتك بالوحدانية لا تقبل حتى تشهد بالرسالة وتجرد له المتابعة. صلاتك لا تقبل إلا بالصلاة عليه الصلاة والسلام.
سبحان الله، أذاننا وإقامتنا كل ذلك لا يقبل حتى يضم اسم رسول الله إلى اسم الله عليه الصلاة والسلام. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتبه، تدبر في هذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله كما ادعيتم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا اتبعتموني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أعود فأقول لا يمكن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلا على ضوء العلم، علم هديه وتعلم هديه. لذلك ننصح كثيرا من العباد الذين يلازمون الصفوف الأول مسندين ظهورهم إلى المصاحف ليل نهار ويعبدون على جهل ويتخبطون، لا يعرفون شيئا من صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. العبادة على جهل لا تجدي. طلب العلم عبادة، العلم النافع تعلمك لتحقيق التوحيد وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، تعلمك لصفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمك لحجة النبي عليه الصلاة والسلام وجميع أعمال الرسول. هذه هي العبادة نفسها، عبادة نافعة. ليست العبادة أن تخرج من بيتك وتجلس، إن شرقت الناس شرقت معهم، وإن غربوا غربت، ولو فعلت ما فعلت. لو قيل لك لماذا يا غضنفر، قل ما تشوف الناس كيف يفعلون، أنا مع الناس. انظروا إلى هذا الصف الذي يقف أمام المحراب تاركين الصلاة والقراءة إلى أن يؤذن المؤذن الأذان الثاني، واقفين الصف طابور على لغتكم طابور. لو أوقفت خرجت واحد من الطابور، لماذا يا غضنفر؟ أشوف الناس واقفين، أنا مع الناس. شيء يؤسف ويحزن، يحزن جدا. يأتي الإنسان لأجل العبادة، يأتون من أماكن بعيدة ويقومون آخر الليل، يأتون ليتعبدوا ويكف. تقليد، هذا ما عليه أكثر المسلمين في عبادته. أضرب لكم مثلا آخر لتتأكدوا ولتحمدوا الله على ما أنتم عليه من لم يكن كذلك. وهل حضرتم في الحج ورأيتم في جبل الرحمة ما رأيتم؟ تلك الأمسية العظيمة التي يدنو رب العالمين من حجاج بيته بعرفة كما يليق به. الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم، لا يدنو من أهل مكة أو بالذين بمزدلفة أو الضواحي هناك، من أهل عرفة في موقفه يدنو منهم ويباهي بهم ملائكته. هذه الأمسية العظيمة التي كان الإنسان ينبغي أن يقضيها بالتضرع والبكاء على ذنبه، تجد أمة خالعة في الجبل ونادي. لو أوقف حاج تنسخ يا حاج لا تضيع أمسيتك، كيف هنا ادعو الله. لماذا؟ روح عني يا شيخ، ما تشوف الناس، يلا روح امشي. هذا ما عليه جمهور المسلمين في عباداتهم، عبادة تقليدية لا دليل إلا أن الناس فعل. هذه إمعة، لا تكونوا إمعة. الإمعة الذي إذا صلح الناس صلح معهم، إن فسدوا فسد معهم، ما له مبدأ. الله المستعان. تريد أن تكون وليا لله تعالى، ابتعد عن هذه الصفات، تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هل النبي تعب ذلك التعب إلا لأجلنا نحن ليعلمنا يدعونا إلى الله؟ تعب ووصل إلى هنا بعد ذلك التعب ونشر العلم وقال لنا تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نترك هذه البيضاء إلى بنيات الطريق، إلى الأزقة هنا وهناك، فلنرجع فلنتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. تلك هي العبادة.
فلنترك العبادة على جهل وعلى التقليد. يقول الرب سبحانه وتعالى: فلنكتفي بهذا المقدار، لنواصل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف عليه رحمة الله: الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. وهي أي الشبهة التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا، أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبتهما، سبحان الله وبحمده. والأمر يرد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات للعامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل الخامس من الأصول الست، وإن كان تقدم الكلام عليها في الليلة الماضية ولكن من باب التأكيد، وكما يقال المكرر أحلى. الأصل الخامس من هذه الأصول بيان الله سبحانه وتعالى بنفسه بأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. تقدم الكلام على معنى الولي ضد العدو. الإنسان بالنسبة لرب العالمين إما ولي وإما عدو، ولكن الأولياء يتفاوتون في درجاتهم وفي قربهم من الله وفي محبتهم لله وفي تعظيمهم لشرع الله، كما أن أعداء الله يتفاوتون في العداوة. الأولياء ليسوا على درجة واحدة، إنما المهم أن نفهم معنى الولاية وحقيقة الولاية. الولاية كما تقدم أمر مكتسب يكتسبه العبد بإيمانه وعمله الصالح بتوفيق الله تعالى. فالأولياء في مقدمتهم
الأنبياء، أنبياء الله جميعا أولياء الله، ليس كما يزعم بعض جهلة الصوفية أن الولاية شيء آخر غير الأنبياء وغير الرسل. أي في زعم المتصوفة لا يطلق كلمة ولي أو الأولياء على الأنبياء والمرسلين، هذا خطأ في التصوف، وهم في طليعة الأولياء، في طليعة أولياء الله تعالى الأنبياء، ومن الأنبياء الرسل، ومن الرسل أولو العزم، ثم سيدهم على الإطلاق سيد الأولياء سيد ولد آدم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الأولياء وأولهم وأفضلهم على الإطلاق. ولو فهم المسلمون جميعا معنى الولاية وأن أنبياء الله كلهم من أولياء الله تعالى وفي مقدمة الأولياء، ثم أتباعهم من أصحابهم، ثم الأمثل فالأمثل من العلماء الربانيين الفاهمين لدين الله تعالى والفقهاء، هؤلاء هم الأولياء. والولاية مرة أخرى أمر مكتسب لا يخضع للوراثة وليس بالاصطفاء. النبوة أساسا بالاصطفاء، والولاية التي دون النبوة بالاكتساب. النبي الذي اصطفاه الله واختاره بالرسالة نبي وولي، رسول نبي وولي، ثم يأتي دور آخر، دور الولي الذي دون النبوة. إذن بين النبوة وبين الولاية عموم وخصوص، أي كل نبي فهو ولي، وليس كل ولي نبيا. هذا يجب أن يفهم طلاب العلم، بينهما عموم وخصوص. النبوة أعم، النبي هو نبي وولي، أي بحيث اعتبار ذواتهم والعاملين في باب الولاية النبي نبي وولي، وليس كل ولي نبيا، بل قد يكون وليا هو الكثير وليس بنبي، أي بالاكتساب بالطريقة التي شرحناها في الليلة الماضية. يبدأ اكتساب الولاية، ولاية الله تعالى بأداء الفرائض، إذ لا يتقرب عبد من عباد الله إلى الله بأمر أحب إلى الله من أداء الفرائض، ما في الحديث القدسي. المراد بأداء الفرائض أداء ما أوجب الله على العبد، جميع الواجبات من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وطلب العلم الواجب وبر الوالدين وصلة الرحم إلى غيرها. هذه أول ما يبدأ الولي باكتساب الولاية، يتقرب إلى الله بأداء هذه الواجبات، ثم بعد ذلك يكثر من النوافل، من الطاعات، من الأمور غير الواجبة، من تطوع الحج والصيام والصلاة والإنفاق والتوسع في العلم غير العلم الضروري، وغير ذلك من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم. فإذا فعل ذلك أحبه الله، لأنه تقرب إليه بالفرائض والنوافل معا. فإذا أحبه، يقول الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به
ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يقول الحافظ ابن رجب: وهذا الحديث من أشرف الأحاديث في باب الولاية وأعظمها وبيان حقيقة الولي. معنى أنه يكون سمعه وبصره ويده ورجله لأن الله يوفقه توفيقا تاما بحيث لا يكاد يسمع بأذنيه إلا ما يرضي الله، ولا يكاد ينظر إلى شيء إلا في مرضاة الله، لا يبطش ولا يضرب ولا يمد يده إلا في مرضاة الله تعالى، الجهاد في سبيل الله تعالى والقتال، ولا يمشي بقدميه إلا في مرضاة الرب سبحانه وتعالى. يوفقه الله في ذلك، يكاد أن يكون في حكم المعصوم وإن لم يكن معصوما بتوفيق الله تعالى. هكذا يكون الولي. والناس في هذا الباب كما تعلمون يتفاوتون، الأنبياء خير من يمثل هذا المعنى، ثم أصحابهم وأتباعهم، ثم الأمثل فالأمثل. إذن الأولياء يتفاوتون، وصفاتهم المعروفة التي وصف الله بهم. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أعظم صفة من صفات أولياء الله تعالى الأولياء على الحقيقة لا بالدعوة، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا. وهل يمكن أن يتبع الإنسان رسول الله عليه الصلاة والسلام اتباعا كاملا إلا بمعرفة ما جاء به؟ قبل أن تعرف ما جاء به كيف تتبعه؟ لا يمكن عقلا ومنطقا، لأنك إنما تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته. سنة النبي عليه الصلاة والسلام تنحصر في هذه الأمور الثلاثة: أفعاله وأقواله وتقريراته. إن لم تعلم ذلك كيف تتبعه؟ إذن يلزم من هذا أن تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فرض عين على كل مسلم ومسلمة، يتفاوت ذلك باعتبار المعلوم يختلف. لذلك أشرف العلم على الإطلاق علم العقيدة، لأن معلوم هذا العلم من هو؟ الله بأسمائه وصفاته. موضوع علم العقيدة والمعلوم الذي نبحث عنه في باب العقيدة من هو؟ الله رب العالمين بأسمائه وصفاته. إذن أشرف العلوم على الإطلاق علم العقيدة، وعلوم القرآن داخلة في ذلك، وعلوم الحديث أيضا، لأن معرفة الله لا تتم إلا في ضوء الآيات القرآنية والسنة الصحيحة النبوية. هذه العقيدة عندنا، ليست آراء الرجال. تعلم هذا العلم لتتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام فرض عين بالنسبة للعلوم الضرورية التي لا بد منها، وفرض كفاية بالنسبة للتوسع في ذلك بحيث تكون مؤهلا برد الشبه عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قام بهذا القدر عدد من علماء المسلمين يسقط الإثم عن الآخرين وإلا يأثم الجميع. فإذا اتبعت رسول الله عليه الصلاة والسلام أحبك الله. ماذا تريد بعد محبة الله؟ كل ما يسعى فيه العباد، ما يسعى إليه العباد أن يصلوا إلى درجة بأن الله يرضى عنهم فيحبهم. إذا رضي الله عنك وأحبك
وأكرمك في دار الكرامة، مكنك من رؤية وجهه سبحانه وتعالى، وهي أعظم نعمة من نعم أهل الجنة النظر إلى وجه الله تعالى. هذا بالنسبة لمن يؤمنون بوجه الله ويثبتون وجه الله صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. والمسألة فيها تفاصيل، لو تعرضنا لشبه أهل الكلام في صفة الوجه فلنقتصر على ما تقدم. ثم ساق المؤلف آية أخرى بصفات المؤمنين وصفات أولياء الله تعالى: قل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الذي يرتد عن دينه إنما يضر نفسه. الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، لا تضره معصيتهم وكفرهم، ولا تنفعه ولا ينفعه إيمانهم وطاعتهم. ولكن الله سبحانه وتعالى تفضلا منه إن ارتد من ارتد فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن الله سبحانه وتعالى يحب فيحب. وبعض كتب الأشاعرة تنص على نفي هذا، يقولون الله لا يوصف بأنه يحب أو يحب، ويتفلسفون فيقولون إيش العلاقة؟ ما العلاقة بين العبد وبين الخالق حتى تكون بينهم محبة؟ لا علاقة بينهما سبحان الله. إن لم تكن بيننا وبين ربنا علاقة لضعنا. العلاقة علاقة العبودية، نحن عبيد وهو ربنا ومولانا، هذه العلاقة. نحب ربنا وخالقنا ولي نعمتنا الذي وفقنا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله يحب عباده الصالحين المؤمنين وأولياؤه يحبونه، فمحبة الله تعالى روح الإيمان. والأشاعرة نفوا روح الإيمان من حيث لا يشعرون. لا إيمان إلا بالمحبة قطعا، لا إيمان بالله إلا بمحبة الله. وفي بيان أو تعريف الأولياء، لو قيل لك عرف لنا الولي، التعريف والذي تتبين به الأشياء ثم حدا وتعريفا. الله سبحانه وتعالى تفضلا منه ورحمة منه وإحسانا تولى بنفسه تعريف الأولياء لئلا تختلف الناس من الولي، كل يعرف من بابه. لا، يقول الله تعالى: ألا، هذا للتنبيه والإثارة، ثارت الهمم. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من لطفه قدم عدم الخوف والحزن قبل أن يعرفهم تشويقا للعباد، تشويقا لقلوب عباده إليه سبحانه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد هذا التشويق يقول الرب سبحانه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تعريف الأولياء. الولي المؤمن التقي. لا تجد تعريفا أبلغ وأشمل هذا لتعريف ولي من أولياء الله، بدءا من الأنبياء إلى آخر درجات الأولياء. الذين آمنوا ثم يدخل تحت هذه الجملة من المعاني: الذين آمنوا بالله وآمنوا برسله وآمنوا بكتبه وآمنوا بالملائكة وآمنوا باليوم الآخر وآمنوا بالقضاء والقدر وآمنوا بكل ما يجب الإيمان به.
الذين آمنوا الإيمان الكامل التام الدعوة، الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى هنا في هذا المكان تفسر بأعمال الجوارح في قوة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الآية في قوة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإن كان في الأصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا. صحيح التقوى ها هنا والإيمان ها هنا، لكن الذي ها هنا في القلب من التقوى والإيمان بحاجة إلى الدليل. ما الدليل على أن هنا إيمان في قلبك وفي قلبك تقوى وخوف وتعظيم لله؟ ما الدليل على ذلك؟ لا بد من الاستدلال على ذلك بإثبات ذلك، لأن هذا عمل قلبي. الذي يدل على ذلك قول اللسان وعمل الجوارح. قول اللسان الإكثار من ذكر الله تعالى، من أحب شيئا أكثر من ذكره. إذا أكثرت من ذكر الله في كل لحظة وأنت ماشي وأنت جالس بين الناس وحدك حيث لا يسمعك إلا إياه، تكثر من ذكره، من تلاوة كتابه بتدبر وتعقل، وتكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتكثر من الدعاء والتضرع إلى الله في كل لحظة. هذا أعمال القلوب. هذه الأعمال تدل على صدق ذلك الإيمان المدعى. ذكرك بربك والإكثار من ذكر الله دليل على المحبة والتعظيم. ثم أعمال الجوارح، نشاطك في عبادة الله تعالى، في الصلاة، أدائها في الجماعة، في الصيام، واجبا وتطوعا، في الإنفاق، في الرحمة. هذه الأعمال تدل على صدق إيمانك وإنك ترجو ما عنده سبحانه وتعالى، لذلك تعمل. الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم الأولياء. ثم يقول الشاعر المات صاحب المت: فصار الأمر عند أكثر من يدعي العلم ويدعي أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، وصل بهم الأمر إلى درجة أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. هؤلاء عكسوا القضية تماما. وما يقوله المؤلف لا تحسبوا أنها من أساطير الأولين أو حكاية قصة خيالية، لا، أمور واقعة. الأولياء عند المتصوفة هم أصحاب الأحوال والكشوفات، كشوفات خاصة، أصحاب الشعوذات. الولي عندهم ما يكون وليا صادقا واصلا إلى الله في زعمهم حتى يخالف الشريعة ليعمل بالحقيقة. الذين ليس لهم معرفة في هذا الباب يحسبون هذا الكلام فيه نوع من المبالغة، هذا واقعهم، لأنهم قسموا الدين إلى قسمين: شريعة وحقيقة. الشريعة للعلماء الجامدين، الفقهاء الجامدين، والحقيقة لمن؟ للعارفين بالله الواصلين إلى الله، الذين استغنوا عن الشريعة ينظرون إلى اللوح المحفوظ فيأخذون التعليمات من اللوح المحفوظ رأسا. تهدوا في الشريعة فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذه مرحلة، لأن السير إلى الله على مراحل. المرحلة الأولى العمل بالشريعة،
ثم بعد ذلك الانتقال إلى الحقيقة التي لا يعلمها إلا الخواص، هم عندهم الخاصة وخاصة الخاصة. هذه حقائق مكتوبة في الكتب في كتبهم. زعم في وقت متأخر مهندس ادعى أنه وصل إلى درجة أنه يقسم الرسالة إلى قسمين. الرسالة الأولى عمل بها الصحابة، ولكن الرسالة الثانية حفظها رسول الله عليه الصلاة والسلام وكتمها للمهندس محمد طه. هذا المهندس هو الذي يتولى تبليغ الرسالة الثانية. هل سمعتم عجبا؟ وهذا المهندس يقول الرسالة الأولى مضمونها صلاة ذات ركوع وسجود، والزكاة ذات المقادير 20 مثقال 200 درهم، في 5 من الإبل كذا، في 40 من البقر كذا. هذه كلها راحت مع الرسالة الأولى التي عمل بها الصحابة. جاء وقت يجب العمل بالرسالة الثانية التي كتمها النبي عليه الصلاة والسلام وأظهرها محمد طه في أم درمان. من مضمون الرسالة الثانية سمعت بأذني هاتين يقول لأتباعه صلوا، فنحن قد وصلنا، قمنا الليالي وصمنا النهار، فوصلنا إلى درجة سقطت عنا مضمون الرسالة الأولى الصلاة ذات ركوع وسجود، لكن أتباعه يصلون. انتبهوا، يحسد أتباعه لا يخليهم يتخرجون مثله، يجب أن يكونوا دائما يصلون، يكونوا تبعا له، والوحيد الذي وصل إلى هذه الدرجة. أراد الله سلط عليه من شاء من عباده فقضي عليه فقتل ردة، يستحق ذلك لأنه ارتد. وفي الدين الإسلامي كل من ادعى الاستغناء عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مرتد، هكذا ارتد ذلك المرتد فقتل ردة. وكتبه موجودة لدينا، وأتباعه لا يزالون على قلة موجودين في ظهر الدنيا. هؤلاء هذه هي درجة الواصلين إلى الله في زعمه، وفي الحقيقة هي درجة المارقين عن دين الإسلام، لأن من وصل إلى هذه الدرجة مرض. لذلك لا تستغرب عندما يقول الشيخ هنا المؤلف ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم علم الحقيقة لا علم الشريعة، وأنه من هداة الخلق، وأنه من الخاصة وخاصة الخاصة، وحفاظ الشرع حفظوا الشريعة فتجاوزوها إلى الحقيقة، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ليس من الأولياء، بل من الفقهاء الجامدين الذين يجمدون دائما عند الشريعة وعند اتباع الرسل. هذا ما وصل إليه أمر المسلمين أخيرا. وهل تظنون أنه لا يوجد من يصدق هذه الثرثرة ويتبع هذا الكفر؟ اتبعه كثير وكثير جدا، وأكثر من اتبعه من الجنس الثاني من النساء. أكثر أتباعه عندما كان نشيطا كانت النساء أكثر الأتباع، وهن التي يبيعن رسائله في الأسواق علنا. وفي الرسالة ما يبيح للمرأة أن تطلق زوجها، فرأينا رسالة من أيديهن، فإذا الرسالة تتحدث أنه يجوز للمرأة أن تطلق زوجها كما يطلقها هو، تواسي إخوات الطلاق في كل شيء. هذا العدد وهذا الصنف من الناس معدودين من إيش؟ معدودين من المسلمين. كم عدد المسلمين؟ كم مليون؟
تعد فيهم هذا العدد، هذا الصنف من المسلمين، لأنهم بأسمائهم ليث غضنفر أسد كلهم من أسماء المسلمين، الله المستعان. على كل المؤلف يريد أن يقول إن هذه الأصول معرفة العلم والعلماء، معرفة الفقه والفقهاء، ومعرفة الأولياء، شيء بينه الله في كتابه. مع ذلك كثر من يجهل. لو كان هذا مما كتبه كاتب أو اجتهد فيه عالم واختلفت الناس في ذلك لا غرابة، لكن شيء بينه الله وأوضحه في كتابه، وإن أجمل في الكتاب بينت السنة وفصلت. يأتي بعد ذلك أناس يعرضون عن هذا إعراضا كليا ويدعون دينا آخر، وإن لم يسمهم دينا آخر، لكن هو دين آخر وملة أخرى.